صوت الروح بيجي صوت هادي، بيجي صوت لطيف، كله رحمة، كله نور. ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل واحد فينا على الأرض دي روح مخصوصة بيه، روح بتحاول إن هي ترشده وتوجهه على الطريق إزاي يعيش هنا أو إزاي ينتقل للعالم الآخر. ولكن للأسف في بعض الأوقات إحنا ما بننتبهش للروح دي، إحنا كل تركيزنا بيكون في العالم المادي، في الفلوس، في الولاد، في العقارات، في النجاح، في كل الحاجات دي. فلما بنكون مركزين في المادة كتير اللي بيحصل كالتالي، اللي بيحصل إن ودنا ما بتقدرش تسمع كلام الروح، ما بتقدرش تنتبه للتوجيهات بتاعتها. ولكن امتى احنا بننتبه؟ لما بنمر بظروف صعبة شديدة جدا جدا. زي ايه؟ زي فقدان حد بنحبه بشدة، زي خسارة فلوس او في خسارة منصب، زي ان انت تحس ان الناس خذلوك او انهم ما كانوش الناس اللي انت متوقع انهم يكونوا. في الوقت ده الانسان بيحصل له انكسار في قلبه. وقت ما بيحصل لك انكسار في قلبك، في الوقت ده الروح بتبدأ توجهك للطريق الصحيح. عشان كده مهم جدا ننتبه لصوت الروح. صوت الروح بيجي صوت هادي، بيجي صوت لطيف، كله رحمة، كله نور. صوت الروح دايما بيجي ومعاه رسالة. الرسالة دي يا إما بشارة بأن ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك بشيء ما، ممكن يكون وظيفة جديدة، ممكن يكون مولود جديد، ممكن يكون شربت جديد، المهم إنها بتبلغك إن في شيء جديد هيجي. أو ممكن تكون بتنبهك إن خلي بالك في طريق غلط أنت ماشي فيه، فخلي بالك وانتبه وارجع صلح الطريق. أو إنها تقولك إن في ليك رسالة عظيمة في الأرض لازم تقدمها وتعملها. المهم إن الروح بتقدم لك كل المعلومات الخاصة بيك، إن الروح بتحاول تديك معلومات عن إزاي تقدر تعيش على مراد ربنا سبحانه وتعالى، أو على إزاي إن أنت تزكي نفسك وترتقي بروحك علشان توصل للمكانة اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لك. فاتكلمت معاكم في الفيديو النهاردة عن صوت الروح. في الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم معاكم ازاي ان بتيجي البشارة انه في مخلوق جديد هيتوجد في الحياة. اتمنى لكم كل السعادة. انا دينا اللوزي، وما تنسوش تتابعوني تحت هاشتاج دستور البشر. شكرا لكم.